عارف ان اللوحه اللي بتبهرك في المدرج دي اصلها مرض معدي كان بيموت الناس؟ ايوه، التيفو ده مش فن تشكيلي، ده حاله نفسيه وجنون رسم، والغلابه اللي ما بيطولوش بطولات عمرهم ما فهموا سر اللعب. بص يا سيدي، كلمة تيفو دي كلمة إيطالية معناها حرفيا مرض التيفو، عشان المشجع اللي بيعمل التيفو حاله حرفيا زي المصاب بالحمى، بيهلوس وعرقان وممكن يروح فيها من كتر عشقه الفريق. الطليان قالوا بدل ما الحمى دي تطلع في صياح وبس، تعالوا نطلعها في لوحات ترعب الخصم وتخليه ينسى الكورة أول ما ينزل الملعب. يعني أنت كأنك داخل حرب مش استاد كورة. أول تيفو رسمي شافوا الكوكب كانت سنة 71 في ملعب سانسيرو، والعدوى انتقلت للعالم كله لحد ما وصلت عندنا مصر. بس في فرق بين تيفو يترفع عشان يلعب الخصم، وتيفو يترفع عشان يتصور ويروح 100 عقبة يتعمل منه ميلاد سري. التيفو الحقيقي هو اللي يخلي المنافس ينسى ومعاه كام بطولة، إذا كان عندهم بطولات أصلا. أنت متخيل إن اللوحة دي وراها شهور مرمطة؟ شباب ومهندسين بيحسبوا الزوايا بالملي عشان التيفو يلعب الخصم ويخسروا نفسيا قبل ما يخسروا بالثلاثة. بس خد بالك، لو الخصم عرف منك مضمون التيفو قبل الماتش كأن عورتك انكشف. وعشان كده في الجزيرة احنا ملوك التفاصيل. وما تنساش وابقى سلم لي على قضية قفش. سؤالي بقى للأهلاوية، ايه اكتر تيفو عملناه كتم انفاس المنافس؟ والزملكاويه برضه يقولوا رأيهم اهو، اي مشاركة شرفية وخلاص كالعادة. بس كده يا سيدي، دي كانت حكاية ظاهرة التيفو، وانا محمد خالد ودي خلدونيات. سلام.